اهلا بيكم جميعا. هنتكلم ان شاء الله في الحلقه النهارده عن قرعه دوري ابطال اوروبا اللي تشامبيونز ليج دور ال 16، وهنتوقع المتاهلين لدور الثمانيه من كل مباراه من مباريات دور ال 16. فاتمنى تدعمني بالاشتراك في القناه، ومن بكره ان شاء الله هنبدا نعمل فيديوهات بالصوت والصوره، وهنحلل كل الماتشات في كل الدوريات، وهنعرض كل القضايا اللي بتخص كره القدم سواء على الساحه المحليه وايضا الساحه العالميه. هنتكلم النهارده عن قرعه دور ال 16. اول مباراه معانا بروسيا مونشن جلادباخ ومانشستر سيتي. اتوقع المتاهل هيبقى مانشستر سيتي نظرا للامكانيات وفرق الاسماء وفرق جوده اللاعبين. بروسيا مونشن جلادباخ عمل دور مجموعات محترم، صعد في المركز الثاني خلف ريال مدريد وعلى حساب شختار وانتر ميلان، ولكن مانشستر سيتي على ما اعتقد الموسم ده هيكون الموسم الاخير من وجهة نظري، ان بيب جوارديولا لو عاوز ياخد الشامبيونز ليج لازم يعني يقاتل بكل ما عنده من اجل الحصول على هذه النسخه من الشامبيونز ليج، لان هيبقى بقاله اكتر من 4 سنين بيحاول مع السيتي ويفشل في الشامبيونز ليج. ففرصه كبيره لمانشستر سيتي ان هو يصعد الى دور الثمانيه، رغم اعترافي ان المباراه مش هتكون سهله خالص على بيب جوارديولا. المباراة الثانية لاتسيو وبايرن ميونخ، محسومة لبايرن ميونخ. بايرن ميونخ أقوى فريق في أوروبا حاليا، فريق بيمتلك جميع الإمكانيات اللي بتأهله إلى الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، وهو بطل النسخة الماضية على حساب باريس سان جيرمان. لاتسيو يعني القرعه اوقعته في مواجهه ناريه بالنسبه له امام بايرن ميونخ، فاعتقد ان بايرن ميونخ حاسم المواجهه بنسبه 100%. المباراه الثالثه قمه ما بين دييجو سيميوني وفرانك لامبارد، اتلتيكو مدريد وتشيلسي. مباراه صعب التكهن فيها، لان اتلتيكو مدريد عامل موسم رائع جدا في الدوري الاسباني ومتصدر الدوري حتى الان الليجا، بينما تشيلسي باللاعيبه اللي عنده بصفقاته الجديده هافرتس وتيمو فيرنر، حكيم زياش، بوليزيتش، نجولو كانتي، عنده معظم لاعيبه كبيره جدا في جميع الاماكن، وبرضه مؤدي موسم حتى الان في البريمير ليج محترم وبينافس على اللقب الى وقتنا هذا. فالاثنين ظروفهم متشابهه، ظروفهم وامكانياتهم متقاربه جدا مع بعض. اتلتيكو مدريد عنده لاعيبه محترمه ايضا، جواو فيليكس ولويس سواريز وكراسكو مجموعه كبيره جدا من اللاعبين. فاتوقع من وجهه نظر ان اتلتيكو مدريد هيقدر يصعد على تشيلسي، رغم اعترافي ان ده اصعب مواجهه بالاضافه الى مواجهات برشلونه وباريس اللي لسه هنتكلم عليها ان شاء الله. رابع مباراة معانا هي لايبزيج وليفربول. لايبزيج الكرة الجميلة، الكرة الرائعة، الكرة الممتعة، ومن أكتر الفرق في أوروبا اللي بستمتع بيها لعبا في الشامبيونز ليج أو أيضا في الدوري الألماني. عمل طبعا مباراة عظيمة، آخر مباراة ليه في الشامبيونز ليج على حساب مانشستر يونايتد، وقدر يقصيه من البطولة بالفوز عليه 3-2. ليفربول طبعا عنده لعيبة محترمة، صلاح، ماني، فيرمينيو، ديجو جوتا، يورجن كلوب. فاتوقع ان المباراه هيبقى فيها اهداف كتير، لان الفريقين زي ما بنقول راس مالهم هو اللعب الهجومي، وبالتالي اتوقع ان المباراه هتكون مليئه بالاهداف سواء من لايبزيج او من ليفربول، ولكن ارشح ان ليفربول هيصعد الى دور الثمانيه. بورتو ويوفنتوس. يوفنتوس من وجهة نظري بقيادة كريستيانو رونالدو يفرق عن أي فريق بوجود كريستيانو رونالدو، رغم إن يمكن لسه بيرلو مش هو ما حطش إيده على معظم مفاتيح اللعب بالنسبة ليوفنتوس، ولكن من المواجهة دي أتوقع إن اليوفي هيتأهل إلى دور الثمانية. المباراة النارية برشلونة وباريس سان جيرمان. اتوقع خروج برشلونة مبكرا من التشامبيونز ليج، اذا حط تحت كلمة اذا دي 20 خط، اذا لم يغير كومان واللاعبين من انفسهم ويبداوا يلعبوا كورة تليق بتاريخ برشلونة وفريق برشلونة اللي بعض اللعيبة في مشاكل كتيرة جدا داخل غرف ملابس برشلونة. هنتكلم ان شاء الله عنها في فيديو منفصل ان شاء الله، ولكن بنتكلم دلوقتي من المتأهل باريس سان جيرمان. رغم خسارته امبارح من ليون في الدوري الفرنسي، ورغم ان هو في المركز الثالث في الدوري الفرنسي، ولكن باريس سان جيرمان كامكانيات بيمتلك امكانيات كواليتي اعلى من برشلونه. ولكن كل زي ما قلنا اليوفي بيفرق عن اي فريق بوجود كريستيانو، برشلونه بيفرق عن اي فريق بوجود ليونيل ميسي. فاتوقع هتبقى مباراه صعبه على الفريقين، ولكن باريس اتوقع ان هو هيصعد الى دور الثمانيه، نظرا لان برشلونه حتى الان لم يقنعنا.
في الدوري الاسباني وفي التشامبيونز ليج كان واقع في مجموعة سهلة، ما عدا اليوفي كسب مباراة وخسر المباراة الأخيرة على أرضه 3-0 من اليوفنتوس. فأتوقع إن باريس بقيادة نيمار وكيليان امبابي هيصعد على حساب برشلونة. نروح للمواجهة الجاية، إشبيلية وبروسيا دورتموند. مباراة صعبة برضو التوقع من اللي يصعد. إشبيلية فريق محترم، ودورتموند اقال مدربه لوسيان فافر، فبالتالي دورتموند لسه هنشوف المدرب مين اللي هيقوده في الفتره القادمه. ولكن من وجهه نظري ارشح ان بروسيا دورتموند يقدر يعدي على حساب اشبيليه. اتلانتا وريال مدريد، في ناس بتقعد تقول حظ ريال مدريد، وحظ ريال مدريد واتلانتا فريق قليل مع جالياسبريني. اتلانتا فريق قليل، اتلانتا من افضل الفرق في اوروبا ومن افضل الفرق في ايطاليا في المستوى الهجومي، ومقدم مباريات رائعه جدا في الدوري الايطالي الموسم ده والموسم خاصه كمان الموسم السابق. فمباراه صعبه جدا على ريال مدريد، واتوقع ان الريال حتى لو صعد مش هيصعد بسهوله خالص على حساب اتلانتا. ولكن التاريخ والاسماء ممكن ترشح قليلا ريال مدريد للصعود الى دور الثمانيه. اخيرا مباراة الذهاب هتتلعب يوم الثلاث ان شاء الله 16 فبراير، بينما الاياب هيتلعب يوم الثلاثاء 9 مارس. وان شاء الله نتقابل على خير في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.